النبي فرد يوم يقولون بواقعة بدر أبو جهل أثخن بالجراح، يعني الجراح بجسمه صارت كثيرة، نزف من عنده دم كثير، سقط على الأرض مغمى عليه. هجى عبد الله بن مسعود، هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه، اجى قاعد يتربع وقاعد على صدر أبو جهل. أبو جهل فتح عينه قال: من هذا ابن مسعود؟ قال: نعم. يظهر أن ابن مسعود كان يشتغل راعي غنم عند أبو جهل قبل، راعي عنده. قال: يا ابن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا، كانت راعي عندي تقعد على صدري؟ رد عليه ابن مسعود قال: أعزني الله بالإسلام وأذلك بالشرك. قال: لمن الغلبة يا ابن مسعود؟ قال: لله ولرسوله. قال: إذا اذبحني وعجل بي يا ابن مسعود، لا تخليني حي ما دام الغلبة لله والرسول. وإذا ذبحتني يا ابن مسعود فاجعل رأسي على رأس رمح طويل وطف به بين قريش لكي يعلموا أني مت على دين الصنم. عصبية جاهلية. يقول مات أبو جهل، ابن مسعود ذبح، أخذ راشه ربطه بحبل بخيط وأخذ يسحب به على الأرض، فمر من أمام رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول النبي لما شاف هذا المشهد البشع ولى بوجه الكريم وصاح بصوت عالي: يا ابن مسعود أين الرحمة؟ الرحمة وين صارت؟ هسه عدو الله صحيح لكن مو هالشكل. اجى منا الحديث: إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. هذا على صعيد النبي.